وننتقل للتو إلى شهادة ابن الدار على جهود الدار. تلكم هي كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف برغاش، عضو الهيئة العلمية بمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، وهو يغوم من وراء كلمته أن يميط اللثام عن جهود مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف في نسخ وطباعة المصحف. وعنون هذه المداخلة بعنوان أشد تحديدا، وهو الضوابط العلمية والخصائص الفنية، وله الكلمة بالشرط المعتبر. بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لعله من أوجب الواجبات أن نذكر دائما بعناية المغاربة بالقرآن الكريم، وقد كانت لهم قديما وحديثا كبة خاصة على المصاحف. ومن تجليات هذه العناية هذه المؤسسة وهذه المعلمة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يرفع مقامها وأن يرفع قدرها. وكذلك مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف التي هي شريك لهذا المعهد في تنظيم هذا المحفل العلمي المبارك. وهذا كله تجسيد عملي لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك هو انخراط في هذه المقرأة الربانية التي تمتد سلسلتها إلى ربنا سبحانه وتعالى. وتأتي كلمتي هذه اختصارا في بيان جهود مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، وسأتحدث عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى ما يتعلق بالضوابط العلمية، أما النقطة الثانية فهي ما يتعلق بالخصائص الفنية في نسخ وطباعة المصحف الشريف. وقبل هذا كله لا بد أن نشير إلى ما يتعلق بعمل الهيئة العلمية بالمؤسسة وما تقوم به. والحديث عن طبيعة اختصاص الهيئة العلمية بالمؤسسة يستلزم الحديث عن المهام المنوطة بالمؤسسة بمقتضى الظهير الشريف، والتي يمكن أن نختصرها في الأمور الآتية. من أبرزها ما يتعلق بالقيام بإعادة نسخ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع وفق القواعد المعتمدة في علم الرسم والوقف والضبط والقراءات، وكذلك ما يتعلق بالإشراف على طبع المصحف الشريف والعمل على نشره وتوزيعه، والإشراف على تسجيل تلاوة المصحف الشريف، وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتدقيق للنسخ المطبوعة أو المسجلة من المصحف الشريف. وأما عن عمل الهيئة بهذه المؤسسة فإن ذلك يعتبر امتدادا للمهام المنوطة بالمؤسسة. ويمكن أن أختصر كذلك ما يتعلق بالمهام المنوطة بها في هذه النقط التالية: منها الإشراف من الناحية العلمية والفنية على نسخ وطباعة المصحف الشريف، وكذلك تتبع مراحل كتابته ونسخه من أولها إلى آخرها وفق ضوابط مخصوصة ووفق كذلك القواعد المعتمدة، وكذلك ما يتعلق بالإشراف على تسجيل المصحف الشريف على مختلف الدعائم المتعددة الوسائط، وكذلك ما يتعلق بالقيام بأعمال التدقيق والمراجعة ودراسة طلبات الترخيص من قبل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين. وتخضع كل هذه الأنواع من المعاملات إلى المراجعات والتدقيق وفق مجموعة من الشروط، يتبع ذلك تقديم ملاحظات قصد إدخالها وتصحيح ما يمكن أن يكون من أخطاء علمية كانت أم فنية. والغرض من هذا كله سلامة المصحف الشريف من التبديل أو التحريف، وكذا صونه من كل ما يمكن أن يمس بقدسيته وحرمته. ومن أراد الرجوع إلى هذه الضوابط وهذه الشروط فعليه بالظهير الشريف المحدث للمؤسسة برقم 109/198، وكذلك ما يتعلق بالمرسوم المنظم 2/12/239. كل هذه الضوابط موجودة في الظهير الشريف، وكذلك فيما يتعلق بالمرسوم. ننتقل بكم مباشرة إلى ما يتعلق بالضوابط العلمية والخصائص
الفنية في نسخ وطباعة المصحف الشريف. لا بد أن نشير بداية إلى أن نسخ المصحف الشريف عبر التاريخ له خصوصياته، وقد لوحظت هذه الخصوصية إبان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان زيد بن ثابت وهو من كتبة الوحي رضي الله عنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة القتب أو كسرة فيكتب ما نزل فيها من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه ويصحح له ما قد يقع من سقط أثناء الكتابة فيقيمه، إلا أن القرآن الكريم لم يجمع في مصحف واحد ترقبا لنزول الوحي إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وقد كتب جميع القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يجمع مكتوبه. وكلكم تعلمون ما وقع للمسلمين إبان الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في معركة اليمامة، التي وقعت فيها مقتلة عظيمة في صفوف قراءة وحفظة كتاب الله عز وجل، مما جعل ذلك أو دفع ذلك الخليفة الصديق رضي الله عنه إلى أن ينتدب شخصا لجمع المصحف الشريف. وقد انتدب لهذه المهمة العظيمة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي منه. وقد اجتمع في زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصفات ما لم يجتمع في غيره من الصحابة، فقد قال فيه الصديق رضي الله عنه: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء أمر الصديق رضي الله عنه فقال له: فتتبع القرآن فاشمعه. وهذا العمل في العهد النبوي وفي جمع الخليفتين يستوجب وضع مجموعة من الإجراءات المخصوصة والشروط في كتابة ونسخ المصحف الشريف. والأصل في التعامل مع المصاحف الشريفة تاريخيا أن تتم وفق ضبطين رئيسيين: الضابط الأول وهو ما يتعلق بالجانب العلمي، والأمر الثاني ما يتعلق بالجانب الفني. وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أن السلطان أبا الحسن المريني لما نسخ الربعات الشريفة وبعث بها إلى المساجد التي تشد إليها الرحال، ذكر ابن خلدون أنه بعث بهذه الربعات إلى صنفين من الناس: إلى العلماء والقراء من أجل النظر في ضبطها ورسمها وعدها ووقفها إلى آخره، وبعث بها كذلك إلى ما يتعلق بالصنف الآخر وهو صنف المزخرفين للنظر في تهذيبها وزخرفتها، بطبيعة الحال بأن تزخرف زخرفة تليق بالمصحف الشريف ولا تمس بقدسيته. وعند النظر في عمل الخطاطين تاريخيا وما قاموا به من جهد في تخطيط المصحف الشريف وفي ضبطه وفي نقطه تجد العجب العجاب. ومن أعجب ما رأيت من سيرتهم ومسيرتهم ما قام به ابن غطوس الأنصاري البلنسي الأندلسي رحمه الله تعالى، الذي انفرد في وقته بالبراعة في كتابة المصاحف ونقطها، حتى قيل إنه كتب 1000 مصحف، ولم يزل الملوك والكبار ينافسون فيها إلى اليوم. وقد كان آلى على نفسه أن لا يكتب حرفا إلا من القرآن الكريم. وقد كانت له مجموعة من الطقوس الخاصة في كتابة المصحف الشريف، منها أنه كان له بيت فيه آلة النسخ والرقوق وغير ذلك لا يدخله أحد من أهله، يدخله ويخلو بنفسه، وكان يضع المسك في الدواه، وكان مصحفه لا يهديه إلا ب200 دينار نظرا إلى نفاسته. ولاحظوا معي، لا يهديه، ولم يأتي في سيرته لا يبيعه، لأن العلماء كانوا يستنكفون أن يقولوا في المصحف الشريف أنه يباع، بل الوصف الأدق أن يقال يهدى ولا يباع. وكان مصحفه لا يهديه إلا ب200 دينار. وإن إنسانا، وهذا هو محل شاهد، وإن إنسانا جاء إليه من بلد بعيد المسافة 40 يوما أو أكثر من ذلك، وأخذ منه مصحفا، ولما كان بعد مدة تذكر أنه وضع نقطا أو ضبطا على بعض الحروف في غير موضعه، وقد سافر يعني ابن غطوس إلى تلك البلد
وأتى إلى ذلك الرجل وطلب منه المصحف، فتوهم أنه رجع في البيع، فقال له: قبضت الثمن مني وتفاصلنا. فقال له ابن غطوس مصرا: لا بد أن أراه. فلما أتى به إليه حك ذلك الغلط وأصلحه وأعاده إلى صاحبه ورجع إلى بلده. فهذا يوقفنا على مزيد العناية والضبط بالمصاحف الشريفة. وانطلاقا من هذا كله، وحفاظا على سلامة المصحف الشريف وحرمته باعتباره مشتملا على كتاب الله تعالى، وكانت له في رسمه وضبطه وخطه وتخطيطه خصوصيات نابعة من صميم العقيدة وإجماع الأمة، وما مضى عليه عملها عبر القرون في كتابة المصاحف والتعامل معها ووجوب توقيرها وتعظيمها. من خلال هذا كله وضعت الهيئة العلمية لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف مجموعة من الشروط والضوابط والإجراءات لتكون دليلا مرجعيا يجري اعتمادها وترسيمها وتقويم الأعمال المقدمة إلى المؤسسة في ضوئها من أجل الترخيص لنشرها وتداولها. من أبرز هذه الضوابط اختصارا: الأول الالتزام بالرسم العثماني وقواعد ومسائل الضبط التي جرى بها العمل عند المغاربة. والرسم العثماني كما هو معلوم عندكم هو الطريقة أو الهيئة التي كتب بها المصحف الشريف واستقر عليها الأمر في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه. وهذا الرسم بطبيعة الحال هو محل إجماع من الأمة لا تجوز مخالفته ولا يحل تجاوزه. وقد قال شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ علي الضباع رحمه الله تعالى: الطعن في الكتابة كالطعن في التلاوة، والنصوص كثيرة في وجوب اتباع مرسوم الإمام. الأمر الثاني ما يتعلق أو الضابط الثاني ما يتعلق بكتابته برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. الأمر الثالث هو التزام بالوقف الإمام الهبطي، وقد استعمل المغاربة لهذا الوقف 3 علامات للدلالة على الوقف، منها يعني تاريخيا، منها صح ومنها مه ومنها كذلك صح. والذي عليه العمل هو الأول الذي هو صح، والذي جرى به العمل عند المغاربة هو وضع الصح عند الكلمة الموقوف أو عند الكلمة الموقوف عليها، وتوضع فوق الحرف مباشرة. والذي جرى به العمل عندهم عند المغاربة كذلك ما يتعلق بحذف علامة الوقف في آخر سور القرآن الكريم ما عدا آخر السور الآتية: سورة المدثر والانفطار والفجر والعصر والناس، عملا بوجه السكت والوصل بين السورتين. وكذا وضع علامة الوقف على آخر البسملة في الأربع الزهري، وهي القيامة والمطففين والبلد والهمزة. وكذلك ما يتعلق بالالتزام بالعد المدني في رؤوس الآي، وقد قال الإمام الداني في ذلك: والمدني الأخير به يعد التالون لقراءة نافع اليوم، وبه تخمس المصاحف وتعشر وترسم فواتح الصور. وكذلك قال فيه ابن الجزري رحمه الله تعالى: كان ورش يعتمد المدني الأخير، واحتج بأنه عدد نافع وأصحابه وعليه مدار قراءة أصحابه المميلين رؤوس الآي. وقد قال الإمام مالك في المدونة: وهي السنة وعليها العمل. وهو العدد طبيعة الحال مستعمل في المصاحف المغربية، وهو من لوازم كتابة المصحف الشريف. والذي تجدر الإشارة إليه أن المصحف المحمدي الشريف بكل أنواعه تم الاعتماد فيه على المدني الأخير، بعد أن كانت جل المصاحف المغربية المطبوعة تعد الآية بحسب العد الكوفي، وهو تغاير لا ينسجم مع ما اختصت به الروايات والقراءات. فلذلك كان لزاما أن تعد آية كل قراءة أو رواية حسب ما يناسبها من الأعداد. وقد كانت علامة رؤوس الآية في البداية عبارة عن 3 نقط توضع عند رؤوس الآية، ثم بعد ذلك صارت دائرة محلاة خالية من الترقيم، ثم بعدها تم ترقيم هذه الدوائر، وذلك بكتابة رقم الآية داخلها كما في جميع المصاحف المطبوعة. ومن أبرز الضوابط كذلك الالتزام بالتجزئة المغربية في الأحزاب والأنصاف والأرباع. وقد أخذ المغاربة في تجزئة المصاحف بنظام الحزب، فقسموا أجزاء القرآن الكريم إلى 60 حزبا، وكل حزب يشتمل على نصفين و4 أرباع و8 أتمان. وقد وضعت لكل من الأحزاب 60 والأنصاف والأرباع والأثمان علامات تدل عليها وتحدد مواضعها تيسيرا على القارئ. من الضوابط كذلك
الالتزام بمذهب الإمام مالك فيما يتعلق بالسجدات، وهي 11 سجدة عند المالكية. وكذلك ما يتعلق بالالتزام في مسائل الخلاف بما جرى به العمل عند المغاربة، وقد التزموا في المصحف المحمدي بطبيعة الحال ما جرى عليه العمل عند المغاربة. ومن ذلك ما ذكره زيد عبد الهادي العلامة زيد عبد الهادي حميدته قبل قليل، حذفهم للألف في كلمة عاصم من سورة يونس، عند بعض العلماء. أما الذي جرى به العمل هو إثباتها، بخلاف التي في هود وفي سورة غافر. وكذلك حذف كذابا في سورة النبأ، الذي جرى به العمل في المصحف المحمدي هو إثبات هذه الألف، إلى غير ذلك من الأمور التي جرى بها العمل. وكذلك من الضوابط وجوب ترك فسحة للملحقات، والالتزام بالسواد في تخطيط المصاحف الشريفة. ومن الضوابط الفنية الأمر الأول ما يتعلق بالالتزام بالخط المصحفي الجاري به العمل في المصاحف المغربية. وقد ذكر المؤرخون أن المصاحف الأولى كانت تخط بالخط الكوفي، ومن ذلك ما ذكره ابن فياض رحمه الله تعالى في تاريخ قرطبة، كان بالربض، وهذا فيه إجابة في نفس الوقت على سؤال إحدى السائلات، كان بالربض الشرقي من قرطبة 170 امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي، ويقصد بذلك القرون الأربعة الأولى. وعلق المراكشي على هذا القول فقال: هذا في ناحية من نواحيها، فكيف بجميع جهاتها. وعلق سيدي عبد الهادي حميدته كذلك على هذا القول فقال: هذا بالنساء فكيف بالرجال. هذا فقط بالنساء، وهذا فقط خاص بربط واحد من أرباط قرطبة. من أبرز الخصائص الفنية أن يكون المصحف الشريف داخل إطار لا يقل عن 9 سنتيمات طولا و6 سنتيمات عرضا، وكذلك أن تكون زخرفته يعني لا تنافي زخرفته قدسية المصحف الشريف، وكذلك وضع علامات لعدد الآيات وللسجدات. فوضع العلامات لهذه الأمور كلها هذا أمر فني، أما تحديدها فيعتبر أمرا علميا. ختاما، من أراد أن يخط المصحف الشريف كما عليه المغاربة فعليه بالمصحف المحمدي الشريف. من أراد أن يقرأ المصحف الشريف برواية ورش عن نافع بالطريقة التي قرأ بها المغاربة المصحف الشريف فعليه كذلك بالمصحف المحمدي الشريف، والحمد لله رب العالمين.